تعج سجلات دائرة الجرائم الإلكترونية بحكايا الابتزاز الذي تتعرض له المرأة في الأراضي الفلسطينية لأسباب متباينة، قد يكون من بينها سوء استخدام التكنولوجيا، ما يحيل بعضهن إلى ضحايا يبحثن عن خلاص ونجاة من شراك تلك الجرائم التي نستعرض تفاصيل إحداها مع النصف الآخر. مساء الخير لك. اليوم نحكي في قضية مهمة جدا تحديدا للفتيات في قطاع غزة، موضوع الابتزاز الإلكتروني. قديش أصبح منتشر، قديش البنات بتخوفوا إنهم يحكوا عن الأشخاص اللي بيبتزوهم، بيصبحوا إنهم ضحية لهدول الأشخاص إذا ما تصرفوا بالوقت المناسب وحكوا اللي عندهم للأشخاص المناسبين. تعرضتي لهذا الموقف؟ طبعا تعرضت للموقف هذا وتعرضت لأكثر من موقف. كوني إنسانة منفصلة انفصلت لأكثر من مرة في مجتمع منغلق جدا، يعتبروا أي إنسانة منفصلة كأنها آفة اجتماعية موجودة ومستباحة بكل الطرق. تعرضت للمواقف كثير من بيناتها، يعني إذا بدي أذكرها هي كثيرة. كوني حكيت لك يعني لأنه المنفصلة بيكون لها كذا موقف. إذا بدنا نيجي نحكي على الإلكترونيات، الجانب الإلكتروني، يعني في يوم من الأيام انسرق الجوال تبعي. في الجوال طبيعي كنت محتفظة صور شخصية، سواء إلي لقرايبي خاصة، يعني أنه محادثات. فإنسان ابتزني فيهم، لما سرق الجوال صار يبتزني فيهم أنه بده مقابل سواء مادي أو مقابل لأخلاقي. يعني بصريح العبارة حكالك إنه الصور عندي وبالتالي أنت حتدفعي لي مبلغ صحيح. مالي أو حتتنازلي عن شيء ما؟ صحيح. قالت الموضوع أنه إذا أو حنشر لك الصور وأوديهم أنه يصير أنه ما حتتصدقي لأنك إنسانة منفصلة. مجتمعنا ما بيصدق الست بأي كلمة شو ما كانت، ما بتتصدق، خاصة إذا كانت منفصلة لأنها عبء عليهم. طبعا الأهل كمان حيصدقوه، مش حيصدقوني، لأنه سبحان الله مهما تطورنا لسه الإنسان المنفصلة هي عبء سواء على أهلها أو على المجتمع. يعني هي اللي بتجلب المشاكل يمكن لأهلها حتى صحيح. لو كانت ماشية بالطريق الصحيح بتكون عار عليهم، مجرد أنها منفصلة عار. خفت جدا، وقعدت شهور مسكرة التليفونات، مسكرة الفيسبوك، حتى أني لغيته، بس ما قدرت أنه أضلني خايفة. حاولت أني أبلغ حدا بس ما قدرت لأنه ما حدا مش مصدقة. طيب أنت حاولتي أنك تروحي لمؤسسة حكومية أو أمنية تبلغي زي الشرطة؟ لا، لأنه الحاجة لسه ما كانتش منتشرة زي الوقت هذا. وخوفا لأنه دائما بغلطوا الست. يعني أنا صادفت إنسانة تاني تعرضت للموقف لما راحت قالوا لو أنت ليش حطيت صورك مثلا، يعني تتهموا قبل ما يساعدوها يتهموها. فهاي الافكار السلبيه كلها اجت في بالك انه لو رحتي انه ممكن يتهموكي انه انت ليش تحطي الصور، مش انه حيساعدوكي. لو انه انت مثلا حكيتي كمان لاهلك برضه يقولوا لك ليش انه انت كمان حاطه الصور الخاصه وليش ما مسحتيها. صحيح. طب كيف الجوال انسرق من حدا قريب ولا حدا بعيد؟ لا، بالسياره، نسيته بسياره، فكان يعني بالمنطقه، كان كون المنطقه يعني تقدر تقولي زي ريفيه او يعني مخيم، فالناس بتعرف بعضها. واللي اخذ الجوال من الناس بيعرفونا وبيعرف انه انا منفصله، وعارف انه انا مش هقدر اتكلم واحكي انه صار معي 1 2 3. يمكن اول شيء بيخطر على بال اي حدا ممكن انه ينسرق جواله، الشخص يحكي معه اما ليرجع الجوال او انه يبتزه. ايش اللي خطر على بالك؟ انا اول شيء رنيت على الجوال على اساس انه يرد، كان مغلق. رجعت رنيت عليه مره ثانيه من تليفون ثاني، رد علي وعرفني، بقول الجوال هيو معي وانا هعمل 1 2 مباشره. ايش 1 2 يعني انا شو الصور حنشرهم اذا ما كنتيش اما انك تعملي لي مبلغ او انك تعملي مع علاقه جنسيه على التليفون. طيب ايش الشعور اللي صابك؟ خوف،
تتمنى شيء الارض تنشق وتبلعك، رعب انك تكوني بمجتمع مخليكي مقيده، حتى عند حقك ما تقدري تمسكي فيه، متقيده بجنازير، لا قادره تخطي خطوه ولا تقدر تقولي انه انا صاحبه حق بدي حقي. كان صعب جدا، وخوف، عدم نوم، يعني صابك أرق جدا جدا، وحسيت وقتها انه فعلا الانسان لما تكون منفصله انه هي بعبء حتى على نفسها في المجتمع اللي احنا فيه. يعني الخوف وشعور الأرق إنه أنت كيف بدك تواجهي أسرتك، كيف بدك تواجهي المجتمع لأنه حيلوم عليكي، هذا كان مصاحب لإلك وهذا بيسبب ضغوطات نفسية. صحيح صحيح. أنا في إلي صديقة واجهت مشكلة، يعني حاولتي إنك تحكي لصديقاتك؟ صديقة واحدة كانت عندها نفس المشكلة، صدمتني. يعني كان إلها جوالها، بس هي الفرق أنه مش انسرق، أنه صار هاكرز، اتاخدت صورها وكانت تبعتهم، لأنه إحنا مجموعة من العائدين من الخارج. هذه لحالها كمان مضطهدة في المجتمع برغم السنوات اللي قضيناها في البلد، وبرغم أنه إحنا فلسطينيين الأصل. صاحبتي كانت بتراسل أهلها لما طبيعي لما تفيقي من النوم صباح الخير وتفرجيهم أن سواء لابسة أو مش لابسة، طبعا لبس البيت. لبس البيت أكيد. فتسرق، فات عليها هاكرز، أخذ الحاجات. هي متزوجة طبعا هذه، وعندها بدل الولد 5، يعني لازم يكون في ثقة من ناحية الزوج بزوجته، وخاصة أنه المحادثة بينها وبين أهلها وشايفهم وعارف. هداك اضطهدها، راحت لجأت على الشرطة الإلكترونية بدون ما تخبر حدا، قالت أنه في دافع يعني، بس انصدمت جوزها طلقها. لكن الشرطة ساعدت. ساعدت. أول إشي قالت لها ليش أنت تحكي مع أهلك وأنت مش متحجبة؟ هي يمكن كنصيحة يعني إنه لازم إنه أنتوا يعني تديروا بالكم، أو إنه كافة اللوحات الذكية هذه فعلا مخترقة. صحيح. بس في نقطة من الشرطة أنه كان لازم تدعمها أكثر، خاصة عن الزوجة. تمام. طيب يعني خلينا نرجع للمشكلة الأساسية والرئيسية في موضوع الابتزاز اللي أنت تعرضتي له، كيف حليت الموضوع؟ الحل كان الوحيد أن أسكر كل حساباتي الموجودة. سكرتها، اتصل علي لأنه أنا استخدمت نفس الشريحة، طبعا الرقم صار موجود عنده. اتصل علي فقال لي أنا الصور موجودة عندي، فأنا ما خفتش وقتها، حاولت أقوي نفسي من الداخل لأنه ما لقيتش دعم نفسي أو معنوي، فقلت أكون قد حالي. قلت له إذا أنت بدك تبتزني فيهم حنشرهم، أنا هعمل صفحة وأحط الصور وأنشرهم. قرار قوي. قرار قوي. وصدموا في نفس الوقت، صدموا وردعوا. يعني خلاه إنه يوقف شوي ويقول خلص أنه هي طالما هي حتنشر الصور خلص. ففكرني أنه مش هعملها. نشرت أول صورة، عملت حساب فعلا ونشرت صورة، وكان على العام شافها فوقف. حليتي موضوعك بنفسك. صحيح. أو قلتي لازم تواجهي المشكلة الموجودة عندك. صحيح. لأنه لو ما واجهتيها، في كتير للأسف سيدات إنه بيخافوا ممكن إنه كمان المبتزين يسيطروا عليهم، ياخذوا منهم إنه فلوس، يستغلوهم في أمور تانية. يعني أنا بدي أشكرك على هالموقف وعلى شجاعتك كمان، وإنه كافة الصبايا اللي بيتم ابتزازهم إما إنه يروحوا للشرطة للأمن المعلوماتي يبلغوا أهاليهم، يقوا على هذا الموقف. صحيح صحيح. وأنت بتنصحيهم وإيش بتقولي لهم؟ أنا بنصحك تكوني قوية، واثقة من نفسك. لأي امرأة في الدنيا كوني قوية، ما حدا حيعملك، أنت اللي حتعملي نفسك وأنت اللي حتثبتي نفسك، لا شرطة ولا أهل ولا مجتمع. طالما أنت ماشي خطاكي قدامك امشي قدامها. كل الشكر وكل الحب لك، الله يسعدك يا رب. فريق الأمن المعلوماتي التابع لجهاز الشرطة في قطاع غزة يعتقد أن عدم الفهم الصحيح للتعاطي مع التكنولوجيا كان السبب الرئيس في انحراف البعض عن معايير وتقاليد مجتمعنا الفلسطيني المحافظ.
يعني أخ أبو مصطفى، إذا ما تحدثنا عن الابتزاز الإلكتروني في عصرنا الحالي وفي ظل الثورة المعرفية والمعلوماتية والتكنولوجية، أصبح منتشر للأسف في مجتمعاتنا العربية المغلقة، وتحديدا مجتمعنا الفلسطيني، وتحديدا أكثر مجتمعنا الغزي. الأسباب والدوافع للابتزاز الإلكتروني؟ هو بلا شك أنه هذه الجريمة هي جريمة راحلة انتقلت من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة، لكن الذي يزيد حدتها هي سهولة التواصل، وأن عملية الخداع التي يعني تأتي على إثرها موضوع الابتزاز هي أكثر يعني انطباقا وأكثر التصاقا باكتمال الجريمة. صحيح. يعني أن تبتز فلان أو فلانة في العالم الواقعي تحتاج إلى المزيد من الإجراءات وموافقة الشخص الآخر وما إلى ذلك، لكن تستطيعي من خلال التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي أن تصنعي حسابا وهميا، أو أن تمثلي على الشخص الضحية بأنك شخص مثالي وتريد مصلحته وما إلى ذلك. وهذه احنا بقول تقوم على أساس عملية الخداع. المهاجم هو يخدع الضحية بهدف تحقيق مكاسب مادية أو أخلاقية. وفي ظل هذه التكنولوجيا الحديثة، يعني كل خبراء التكنولوجيا وعلم النفس والاجتماع وجدوا أن هذه التكنولوجيا رغم أنها سهلت وحلت قضايا كبرى في التواصل والإعلام والاتصال، إلا أنها يعني صعدت من هذه الجريمة الإلكترونية التي نسميها الابتزاز الإلكتروني. نعم. إذن إحنا أمام جريمة متفشية في العالم. قطاع غزة وفلسطين جزء من هذا المكون العالمي، والنفس البشرية هي نفس واحدة، وبالتالي إمكانية أن يقع فلان أو فلان تحت الابتزاز هو أمر يأتي في الإطار الطبيعي المنبوذ. طيب سيادة العقيد، يعني صنفت كجريمة ويعاقب عليها القانون حديثا. نعم. يعني هناك رادع لهذا الشخص الذي يبتز فيما يعني نسميه أو يطلق عليها الضحية. نعم. ما الإجراء المتبع؟ شوفي، موضوع الجريمة هناك قانون ينظم هذه التجاوزات، بمعنى أنه الضحية عندما تخضع لمثل هذا الإجراء أو هذا الهجوم هو بشكل تهديد على حياتها وعلى سمعتها. صحيح. وربما يؤثر على الأسرة في حال كانت المعالجة معالجة خاطئة. الشعور الأول الخوف والتوتر. هذا ربما يأتي في المراحل الأولى وفي الذروات الوسطى، لكن احنا بنقول انه هذه الإجراءات التي تقوم بها سواء كان النيابة أو الأجهزة الأمنية المكلفة من النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصالح الضحية ضد المهاجمين هي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية والقانونية. وإحنا يعني لما نتحدث مع الناس نتحدث أنه أن تقع فلان أو فلان تحت الابتزاز هذا ليس عيبا، ولا هناك داعي للخوف ولا داعي للقلق، لأنه كلنا معرضين. لكن إذا تم ابتزاز الفتاة تحديدا في مجتمعاتنا الفلسطينية الغزية المحافظة والاستثنائية واللي لها عاداتها وتقاليدها، وأيضا يعني كمان خلينا نقول في جو العشائري والقبلي اللي نحيا، فأكيد كل التعنيف اللي حتتعرض له الفتاة من خلال الأهل سواء كان الزوج أو الأخ أو الأب رح تفضي أخيرا إلى القتل. فبالتالي احنا بدنا نحمي هاي الضحيه ونوعيها ونثقفها ونقدم لها نصيحه وايضا ارشادات، لانه اذا وقعت في هاي الموضوع او القضيه الكبيره وهو الابتزاز الالكتروني لمن تلجا؟ احنا عشان نكون واضحين في هذه المساله، نحن نتعامل مع هذه الجرائم بخليط من الاجراءات. يعني انا انفذ القانون واريد ان احقق المصلحه بما يشتمل عليه المجتمع من عادات وتقاليد. نعم. يعني أنا لو بتعامل بالقانون الحقيقي مع هذه الضحية أو هذه القضية ربما تفضح هذه الفتاة بالفعل. لكن نحن من واقع شرعنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا السمحة هي بتأكد أنه يجب أول شيء الحفاظ على اسم الفتاة وسترها. هذا بالمقام الأول. احنا عندنا كثير من القضايا من هذا النوع نحرص تماما ألا يخرج هذا الاسم خارج المركز الأمني. جميل جدا. وهذا أمر مشجع للفتاة. وهذا ليس ترويج للأجهزة الأمنية بقدر ما هو مسؤولية، لأنه قد يكون واحدة من الفتيات ابنة شخص يعمل في مؤسسة مهمة في البلد. صحيح. أو كذا، بمعنى أنه الابتزاز يخضع. وأنا لا أخفيكم
انه من بناتنا يعني خضع لعمليه ابتزاز وتم معالجه الموقف. يعني الابتزاز يا جماعه لا يتعلق بفئه معينه او صنف معين من البنات او البشر، الكل معرض. المهاجم هو يبحث عن ضحيه رخوه تتجاوب معه. ما هي المشكلة يعني أخ أبو مصطفى إنه الفتيات بيخافوا من إنه يصرحوا بهذا الموضوع للأهل، لأنه الأهل حيعتبروه إنها جريمة وتندرج تحت إطار جريمة أخلاقية. نعم. فبالتالي إنه الفتاة تتوجه إلى مركز أو مؤسسة أمنية أمر صعب جدا. تمام. الآن إحنا في موضوع الستر، هو هذا يعتبر محدد أساسي لعمل الأجهزة الأمنية والنيابة. المسألة الأخرى، إحنا نعتمد على 50 أو أكثر في المية من معالجة الموقف على وعي المواطن والضحية. نعم. بمعنى نحن نخاطب المجتمع، نخاطب الناس، ونعلم تماما أن هناك ضحايا يحاولون أن يتفلتوا من هذه الجريمة، بيحاولوا يساعدوا أنفسهم مش قادرين، ربما منشور، ربما بوست، ربما مقال، ربما أي شيء يمكن هو يوجد له حل في هذا الموقف. صحيح. المسألة الثالثة، نحن نعمل عملية تشجيع للضحية حتى هي تستفيد من هذه الخدمة الوطنية والمجتمعية وما إلى ذلك. الآن احنا مسألة هي تعقيدات المجتمع، السمعة وعتاب الأهل والمحاسبة وتصل حد أحيانا القتل مثلا، هذه المسألة تحت يعني إطار الشرف. وزارة الداخلية والمكونات المجتمعية كلها تسعى بكل قوتها أن نتعامل مع هذه الإشكالية وهذه القضية على قاعدة إنه كل إنسان يخطئ يمكن تصويب خطأه. طيب كيف يعني بتتعاملوا مع الضحية بهذا الأمر؟ إنه تأتي إلى المركز أو النقطة الأمنية وإنه تحكي مشكلتها، الشخص المبتز كيف بيتم ملاحقته؟ الآن أنا حصل النقطة هاي بالضبط، لكن أنا بدي أتحدث في قصة عجالة وربما أجيب على هذا السؤال. تفضل. أنا أذكر تقدم إلينا رجل أنه لديه ابنة تتعرض لابتزاز. تمام. واتهموا سين من الناس. حضرنا سين من الناس، وكان ينشر صورها على الفيسبوك، فتم توقيفه أو إبعاده عن التواصل الاجتماعي تحت عيون الأجهزة الأمنية لمدة يومين. استمر النشر، فتأكدنا أنه هذا الشخص هو بريء. صحيح. عندما يعني عدنا لهذه الفتاة وبدأنا نتحدث معها بصراحة، هي أفادت أنه لا، هناك شخص آخر، وأنه هي ألقت بهذا الاسم حتى تغطي على الشخص، وذلك خوفا من الأهل. يعني بيصير في خلط في المسألة. الفتاة أو الضحية أحيانا تضلل الأهل خوفا من الحساب، لا تريد أن تقول الحقيقة، ليست قباحة فيها وإنها خوف. صحيح. من ردع المجتمع. بالفعل. وعندما يعني تحدثنا معها وصارحتنا هذا الموضوع، اتفقت أنا شخصيا على سيناريو أنا وهي وكمان أخ ضابط، ماذا نتحدث مع الوالد حتى نحميها. اتفقنا على أنه هي كانت تضع صورها على الجهاز الجوال، وتم اختراق جهازها وتم أخذ الصور من جوالها دون أن تعلم، وبدأ الشخص ابتزازها. وفي شيء اسمه ابتزاز إلكتروني، وفي شيء اسمه اختراق هواتف وآخره. فاتفقنا هذه الرواية، دخلنا الوالد، ونحن طبيعة الحال يعني الأهل لازم يكون بدنا نضبط يعني عواطف ومشاعر الأهل أهم شيء. نعم. يعني أخ أبو مصطفى، عشان نتعامل مع الموضوع بشكل يعني إنه ما يؤدي إلى قتل الفتاة. لا صحيح. فأنا تحدثت معه، قلت له تبين لنا في الفحص الفني أن الصور التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساب وهمي هي نفس الصور التي التقطتها بنتك في غرفتها. وفي شيء هناك تم اختراق هاتف، وهناك شيء اسمه هاكرز واختراق وما إلى ذلك. وقال أنا أول مرة أسمع فيه، وهي عندي ملفات مجموعة قضايا مثل هذا النوع. الزلمة انبسط، اقتنع، هدي، هي انبسطت. والمناسبة كانت هي خاطبة وأجى خطيبها على القعدة. تمام. يعني أنقذت موقف بحاله وأسرة. طيب نحكي الآثار وتداعيات هذا الموقف يعني على المجتمع وعلى تفكك المجتمع وعلى الأسر الفلسطينية أيضا، إذا لم يتم التوعية والتثقيف في موضوع الابتزاز الإلكتروني. احنا بالنسبة لنا قبل ما أجيب هذا السؤال، إنه الفتاة الضحية
في حال تعرضت إن لم تستطع أن تفكفك نفسها من هذا الإجرام أو هذه الجريمة، بإمكانها أن تصل إلى وزارة الداخلية أو إلى قريب أو إلى صاحبة أو صديقة، أن تصل بهدوء، ويمكن حل موضوعها خارج مراكز الأمن، ولا يمكن أن يسجل اسمها على الوثائق والمشروحات الخاصة بالداخلية. هذه قضايا. نحن لا نتوقف عن القضايا الأخلاقية أو الابتزاز، فقط إحنا مهمتنا هو ملاحقة الإجرام، أصحاب العود اللي بيحاولوا يثيروا الفساد في البلد. أكيد. أما إنسان ضحية بدون قصد بعواطف تم الخداع عليه، لا، هذا إحنا بصفه إلى نهاية المطاف. رائع جدا إنه يتم حل الموضوع بشكل جذري. هذا الموضوع، وأنا تقديري إنه الأجهزة الأمنية لو تتحدث عن قديش في عندها قضايا من هذا النوع في ملف الإنجازات، هي أنا بتصور المئات بل الآلاف على صعيد الأشهر وما إلى ذلك، خاصة اليوم كل الجريمة انتقلت إلى العالم الافتراضي بالفعل، في التشهير والقدح والذم وما إلى ذلك. لا، إحنا في هذا الموضوع في هناك استقرار، لكن مطلوب من الضحية أن تمتلك القوة والجرأة التوجه لجهة معينة بهدوء، وأن تثق تماما أن مشكلتها يمكن حلها بسهولة وبليونة، وأن الموضوع سيكون تحت طي الكتمان وبسرية تامة، إلا إذا يعني هناك ارتكبت خطأ معين. هذه الفتاة حكت لصديقتها، وهذه طلعت صديقة حاسدة، صحيح، فبيتم ابتزازها من الجميع. أو كان أخوها متهور وراح ضرب ابن الناس، وابن الناس طلع مش هو، تمام، وقال له دور على أختك. هذا المواضيع احنا بنقول يجب أن تعالج بهدوء وبطريقة ناعمة، ووزارة الداخلية لها الإمكانيات أن تحل المواضيع عن بعد كمان على التليفون. جميل جدا، دون انه الفتاه يعني تاتي الى النقطه او المركز الامني، لانه بتخوف. وكل الشكر لك يعني سياده العميد ابو مصطفى ابو هربيد. يعني تحدثنا عن الابتزاز الالكتروني واسبابه وايضا الاثار الجانبيه على المجتمع وتفككه، ولكن هناك عده حلول سواء كانت وجاهيه او عن بعد لحل هاي المشكلات. فكل الشكر للخدمات اللي بتقدموها. الله يبارك فيك. الله حياكم الله. مركز شؤون المرأة أطلق حملة للتوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت وكيفية مواجهة الجريمة الإلكترونية والطرق والوسائل التي يمكن أن تتصرف بها الضحية. مساء الخير لك أستاذة هنادي. مساء الورد عزيزتي الثاني. الله يسعدك يا رب. يعني أطلق مركز شؤون المرأة حملة لتوعية وتثقيف المواطن في قطاع غزة وتحديدا السيدات والفتيات بخطر الابتزاز الإلكتروني. نتحدث عن هذا الأمر. يعني بكل تأكيد في البداية تم تنفيذ مبادرة تحت مسمى مبادرة ضغطة زر بين قوسين كوني واعية، هي بخصوص الابتزاز الإلكتروني. جاءت هذه المبادرة تنفيذ مركز شؤون المرأة من خلال شبكة الحماية المجتمعية سنا غزة. تضمنت هذه المبادرة العديد من الأنشطة. هذه الأنشطة كانت عبارة عن مجموعة من الورش التوعوية خاصة فيما يتعلق بهدف التوعية. أيضا جاءت بمجموعة من الأيام الدراسية التي تم تنفيذها في عدد من الجامعات الفلسطينية إلى جانب النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وتركزت هذه الورش التوعوية في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، وأيضا في جامعة غزة الأيام الدراسية جميل. الأولى، وكذلك كلية الجامعية. يعني وصلت لكافة فئات وشرائح المجتمع من خلال المؤسسات يعني التعليمية. احنا بنقدر نحاول انها نستطيع من خلالها او استطعنا من خلالها الوصول الى بعض الفئات للحديث عن الابتزاز الالكتروني والتوعية بشأنه. اهداف هذه المبادرة جاءت لتحقيق مجموعة من الاهداف. كان وجب الأخذ بعين الاعتبار ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني، خاصة انتشاره في الآونة الأخيرة مع تراكم الأزمات وتكرار الأزمات وتعمق هذه الأزمات في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة. جاءت لتسليط الضوء أولا على جريمة الابتزاز الإلكتروني من كيفية معالجتها، كيفية اللجوء في حال وقع أحد ضحية للابتزاز الإلكتروني، خاصة النساء والفتيات، وأيضا الشباب والرجال والفتيات
الفتيان. وكذلك جاءت هذه المبادرة للتوعية، لزيادة التوعية، لتعميق هذه التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني. نعم. يعني إلى أين ممكن أن يودي بنا الابتزاز الإلكتروني؟ جميل جدا. يعني كمان أنه في مركز شؤون المرأة في خدمات عديدة تقدم، وتحديدا للفئة يعني الهشة والضعيفة والمهمشة، واللي هي يمكن المرأة، وتحديدا في المناطق الحدودية. قديش في كمان عدم دراية أو توعية وتثقيف في موضوع الابتزاز الإلكتروني لهدول السيدات، قديش بيقعوا فريسة وضحايا يعني المبتزين. سيدات اللي بيلجأوا لإلكم، كيف بيتم التعامل معهم، وشو هي الآلية والبروتوكول اللي بتتعاملوا فيه لإنقاذهم، خلينا نسميه أو نطلق عليه هذا المصطلح، أو السيدات الناجيات من الابتزاز الإلكتروني فيما بعد، كيف بيقدروا إنهم يتواصلوا ويتفاعلوا في المجتمع؟ طيب عزيزتي سالي، في البداية جريمة الابتزاز الإلكتروني ما بتقتصرش على منطقة غير المنطقة الثانية، هي ممكن تزيد في منطقة تقل في منطقة، لكن التطور التكنولوجي الحاصل والاستخدام الهائل في التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، من تعليم، من عمل، من دراسة، من كل الأمور، حتى الأمور المالية، حتى الأمور الشخصية والتواصل، جعلت الجميع أمام هذه الجريمة وضحية في أنه يوقع لهذا. في حال وقعت إحدى الفتيات أو إحدى النساء كضحية للابتزاز الإلكتروني، مركز شؤون المرأة باعتباره مركز لتمكين النساء ويدافع عن النساء وحقوقهن، ويشارك أيضا في عملية التنمية للمجتمع الفلسطيني، التنمية المستدامة التي نسعى خلالها بتحقيقها في المجتمع الفلسطيني. يتم تقديم مجموعة من الخدمات تسمى خدمات متعددة القطاعات. نعم. من ضمن هذه الخدمات عندنا خدمات القانونية، وكذلك الخدمات النفسية، وأيضا هناك خدمات صحية بالتحويل، وخدمات أخرى كالتمكين الاقتصادي. لكن في حال موضوع الابتزاز الإلكتروني ما تعرض الضحية لهذه الجريمة، يتم استقبالها في العيادة القانونية في المركز، وأخذ التفاصيل الكاملة من هذه الضحية. نعم. ومعرفة إلى أين سيتم توجيهها، ما نطلق عليه بآليات التحويل. يعني تتلقى الاستشارة الأولية والمبدئية في مركز شؤون المرأة بالعيادة القانونية، ومن ثم بيتم إطلاقها إلى أين ممكن أن تستكمل أمور الشكوى في حال تريد تقديم شكواها ضد المبتز في حال تم معرفته، أو في حال كان مجهولا، لأنه الأمر يختلف في كل حالة من الحالات. يعني توعية وتثقيف ذاتي من السيدات نفسهم، أو حتى الشباب اللي بيتعرضوا للابتزاز الإلكتروني، إنه هناك مؤسسات بتقدر تقدم لهم الحلول، وهل في اتصال وتواصل ما بينكم وبين الأجهزة الأمنية؟ إحدى الأهداف الأساسية التي كانت للمبادرة هي توعية النساء والفتيات، وكذلك الشباب والفتيان والرجال. يعني مجموعة منهم ليس لديهم الخلفية المسبقة لأين يتم التوجه، ما هي الخدمات التي تقدم. الخلفية الكبيرة كانت لدى الجميع أو غالبية الجميع بأنه الصمت. صحيح. والخوف، هو الصمت وعدم والخوف الإفصاح، لأن جريمة الابتزاز الإلكتروني ليست بالسهلة. المبتز فيها يلعب على عامل النفسي، الخوف، وجعل الضحية في قلق مستمر، وتنفيذ لمطالبه وأمره وتحقيق غاياته من خلال اللعب بهذا العامل. بالتالي كانت الخلفية لديهم وإن كانت موجودة لكنها ليست بالمطلوبة، ليست بالواسع، فجاء الهدف الأساسي بهذه المبادرة لتوسيع هذا المعرفة بهذا الهدف. طيب كان في خلينا نقول ردود الفعل الخاصة من السيدات اللي بتعرضوا للابتزاز، أو السيدات والعائلات الفلسطينية يلي ما بتسمع بهذا المصطلح، هل في استجابة؟ هلا خلينا احنا بس نقول انه المصطلح اصبح شائع، صحيح، اكثر من الاول، ولكن في عائلات بتستغرب او تستهجن هذا الامر، تستهجن النماذج، تستهجن ما يحصل، ما قد يحدث بعد ذلك من آثار سواء كانت قانونية أو اجتماعية. تمام. وحتى نفسية أيضا. لكن من مخرجات هذه المبادرة إن المشاركين في هذه الورش وهذه الأيام الدراسية طالبوا باستمرارية هذا النوع من المبادرات والتركيز على موضوع الابتزاز الإلكتروني، لأنه إحنا بننشئ أجيال ما بعد أجيال. يعني نحن الآن نتحدث مع نساء وفتيات، ونتحدث مع شباب وفتيان ورجال، فيما بعد حنتحدث مع عائلاتهم وأبنائهم وبناتهم الأطفال أيضا. فيما بعد سيكونوا هم هؤلاء الفئة، وكذلك أيضا يجب أن تتوفر لهم حماية وتوعية، لكن التوعية يجب تكون أوسع وأشمل في هذه الفئات.
السؤال. فكان هناك مطالبات من هذه الفئات المشاركة بأنه إحنا نستمر بالتوعية بمخاطر هذا الابتزاز الإلكتروني. في شغلة كتير مهم لازم أشير إلها، إنه جريمة الابتزاز الإلكتروني تعتبر من الجرائم المركبة. كيف يعني مركبة؟ يعني أنا لما بتعرض لابتزاز إلكتروني وبكون ضحية، فأنا حيصير عندي أكثر من جريمة حترتكب. أنا نتيجة الخوف وعدم الإفصاح والسكوت أنا حرتكب جريمة سرقة، في إني أنا أدبر الأموال والمبالغ لجرائم أخرى أيضاً. وأيضا قد تؤدي إلى الاغتصاب، جريمة اغتصاب، استدراج الضحية وتهديدها بأنه إن رفضتي حيتم النشر، حيتم الفضح وإلى آخره، وبالتالي توقع فريسة وضحية لجريمة أخرى كجريمة الاغتصاب وغير ذلك من الجرائم. فتعتبر جريمة مركبة، وشيء فشيء إن لم نلتزم بالتوعية ونكون على قدم وساق ستكون مركبة وأكثر تعقيد. كل الشكر أستاذة هنادي عكيلة، محامية في مركز شؤون المرأة. تحدثنا اليوم مع عدة ضيوف حول موضوع الابتزاز الإلكتروني، وهو من الآفات الاجتماعية المنتشرة في المجتمعات العربية وأيضا في مجتمعنا الفلسطيني وتحديدا في مجتمعنا الغزي. الحملات اللي بيطلقوها المراكز والمؤسسات في قطاع غزة واللي بتعتبر الحاضنة لمشكلات وآهات ومآسي وآلام النساء في قطاع غزة قادرة على حل هذه المشكلات إذا تم التوجه بالشكل الصحيح، وتحديدا في موضوع الابتزاز الإلكتروني وكثيرا من المشكلات التي تعاني منها السيدات في قطاع غزة.